تنزانيا عفوا يلعب بنفس التشكيلة التي لعبت مباراة الذهاب بقيادة شارل بونيفاس مكواسي المدرب الذي أثار الكثير من الجدل في الأيام القليلة الماضية بتصريحاته عندما وصل إلى الجزائر. يلعب بعلي مصطفى في حراسة المرمى، كابون بالجهة اليمنى، موكوالي على الجهة اليسرى، هاروب في وسط الدفاع رفقة يونداني، عباس وسط الميدان مع ماغوري وساماتا، ميكاوي رفقة أولي موينغو، وكذلك فريد موسى رأس الحربة في التشكيلة التنزانية في هذه الأمسية مع 3 تغييرات. قلت قديورة موجود في كرسي الاحتياط رفقة تايدير وبالفضيل. هذا الثلاثي الذي لعب مباراة الذهاب. ضربة الانطلاقة أعطيت من قبل الحكم الكاميروني اليوم من يوم، وانطلاقة من اسلام سليماني على الجهة اليمنى في أول كرة، توزيع من اسلام، بابا جول 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 جول. يا له من سيناريو ويا له من بداية. في الثانية 38 ياسين ابراهيم يفتح مجال التسجيل، هدفه السادس مع المنتخب. بالله عليكم هل هي بداية مثل هذه؟ هدف مقابل 0 للجزائر من أول لعبة وأول تدخل من إسلام سليماني على الجهة اليمنى، يمرر على طبق في اتجاه ياسين، وأولى أهداف المباراة في الثانية 38 من عمر المباراة. الانطلاقة من رياض محرز مجددا، التمرير في اتجاه إسلام خلف المدافعين، التوزيع من إسلام أرضية زاحفة رائعة، ياسين لا يفوت ولا يضيع مثل هذه الكرات في الزاوية اليمنى من هناك من مرمى الحارس علي مصطفى. أول أهداف المباراة لصالح المنتخب الجزائري في أول دقيقة من عمر هذه المباراة. هذا الهدف الذي يريحهم أكثر. قلنا بأن عناصر المنتخب الجزائري اليوم طبعا على موعد مع الفوز والتأهل للدور الثالث والأخير. هايلة في القائمة الأول والتغطية الدفاعية. ياسين مرة ثانية يحاول، ياسين وصل لنبيل ياسين رجع للخلف تماما مباشرة لهشام بالقروي في وسط الميدان لنبيل بن طالب. رسائل متعددة وكثيرة جدا يريد أن يزفها اللاعبين الجزائريين اليوم كأفراد وكمجموعة ل 22 مباراة. مخالفة من حوالي 30 متر أو 26 متر لفوزي غلام في تنفيذ هذه المخالفة المباشرة. كراته الساقطة ستسقط على رأس علي مصطفى في هذه المخالفة. فوزي غلام أمام علي مصطفى، ياخذ كامل وقته ويركز كثيرا. حكم المباراة يحترم المسافة القانونية، يقول له سي بون خلاص انا عارف وين نحطها وعارف كيف نسددها، وهي الوضعيات السانحة بالنسبة إليه. فوزي غلام يستعيد، فوزي غلام يتقدم، فوزي غلام يسدد. جول 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 جول. صاروخ أرض جو، فوزي غلام يرسل صاروخ فوق راس علي مصطفى، والهدف الثاني للمنتخب الجزائري. قالوا لا، قال لهم بيان، أعرف ماذا سأفعل، سأسدد وأطلق الصاروخ برجلي اليسرى. بوم يا فوزي غلام، لم يشاهد شيئا حارس المرمى. فوزي يسجل الثاني ببراعة وامتياز. جول يا فوزي، جول يا فوزي، جول. بوم مرة ثانية من كل الزوايا، فوزي غلام يسجل الثاني للخضر. الكرة في جهة والحارس في جهة، لو لمستها لكسرت يديك. هدف ثاني للمنتخب الجزائري من فوزي غلام، هو الثالث للغلام فوزي. 3 هدفان مقابل 0 للخضر امام تنزانيا بعد مرور 24 دقيقة لعب فقط من عمر المباراة. الجزائريون وكأنهم يقولون لتنزانيا هاي الجزائر وليست الجزائر التي لعبت عندكم منذ 3 أيام. ها هو المنتخب الجزائري وليس المنتخب الذي لعب أمامكم منذ 3 أيام. الجزائر قد تخفق، قد تخسر، ولكنها لا تنهزم مثل ما تفعل في هذه المباراة. هدف ثاني للمنتخب الجزائري عند الدقيقة 24. يا فوزي، يا فوزي، يا فوزي. تسديدة صاروخية لم يشاهد منها الحارس شيئا. جماهير متجاوبة مع أشبالها ومع أبنائها في المنتخب في هذه المباراة. نبيل بن طالب يرجع لمجاني، يرجع للخلف تماما ناحية هشام بالقروي، يوصلها لعيسى منديلا، تروح مباشرة لوهاب الملحي. سعداء الجماهير الجزائرية بهذا الأداء وبهذه النتيجة المسجلة لحد الآن. طبعا كانت بضعة أيام تاع شك، ربما تمادى البعض في أنه ينتقد المنتخب الجزائري ويحبط من معنوياته، ولكن يبقى وأنه أبدا لم نكن نشك في قدرات لاعبين على رفع
عناصر منتخب تنزانيا في هذه المباراة. لم تفهم اللغة التي يلعب بها المنتخب الجزائري في هذه المباراة. قلنا لكم بأنه مباراة استعادة الثقة للمنتخب الجزائري، مباراة أيضا استعادة ثقة العشاق والجماهير في المنتخب الجزائري. الكرة في الخلف تروح مباشرة لسامتا، يتوغل سامتا، كرة صعبة سامتا لصالح منتخب تنزانيا، تلعب من هناك على الجهة اليمنى عن طريق أولي موانجي ويخرجها الرئيس وهاب مبولحي، والحكم الكامروني يصفر له خطأ. هذا يا رياض، خذ بالك يا رياض، مقولي خلفك، وضعية الخطأ يصفر حكم المباراة. منتخب تنزانيا وكأنه سجل هدفين لأن الكرة دخلت مرتين في شباك رئيس وهاب بنبولحي. هاي الجماهير الجزائرية الوفية والعاشقة، الجماهير الجزائرية التي سيكون لها موعد آخر مع تصفيات كأس العالم الخاصة بمنطقة إفريقيا، طبعا بعد أن تجري عملية القرعة ونتعرف على المنافسين، وبعد تأهل المستحق كذلك لمنتخبات ليبيا وتونس ومصر وكذلك المغرب، المنتخبات التي ضمنت وجودها في الدور الثالث. الكرة بعيدة والحكم لم يقل شيئا، تسترجع عن طريق قلب الهجوم اللاعب فريد موسى يلعبها مع مدافع مقولي، ما زالوا ضاغطين اللاعبين الجزائريين. اسلام سليماني من هناك يضغط على قلب الدفاع اللاعب يونداني، الكرة من هناك على الجهة اليمنى، الخضور وصلت لمجاني، مجانا لاسلام لياسين، من هناك موجود غلام، ياسين اوه هايله لقديوره لياسين، والكره ضاعت. هل يسترجعها وليد وياسين، ووليد استرجعها. ارجع يا وليد، ارجع للخلف مباشره لهشام بالقروي، يبدا اللعب. إذا وصلت بهذا الشكل يا هشام ولا واحد ينزعك من المكانة الأساسية. كرة ممتازة لإسلام، توغل، كرة خطيرة، إسلام إسلام لمهدي زفان. شوف المكان اللي موجود فيه مهدي زفان، الهجمة أو اللعبة الهجومية معنيين بها كلهم. إسلام مرة ثانية لمهدي زفان، مثل ما جاءت باليسرى سددها، ومرة جانبية يطلب الكرات خلف المدافعين. إسلام سليماني الذي يبقى عنصر أساسي ومهم جدا في التشكيلة الجزائرية. الكرة في الخلف لصالح يومداني وصل على الجهة اليمنى لمدافع كابومبي من امام ياسين. خيرة من عمر الشوط الاول، ياسين ابراهيمي في تنفيذ هذه المخالفه. موجود عيسى مندي، وموجود بالقروي في القائم الثاني، وموجود اسلام، وموجود الكره في القائم الاول، والتغطيه دفاعيه رجعت لفوزي يبحث عن ياسين وصلت الكره، طلبها فوزي، وصل ياسين محتفظ بالكره، ياسين يبحث عن الخطا مره اخرى، ياسين ياسين وصل لغلام، كره صعبه للمنتخب الجزائري، فوزي غلام لمحرز جول. عالم يا رياض، جول. ثالث اهداف المنتخب الجزائري، اهداف عالميه. ياسين فعلها من هناك ومرر لغلام، فوزي يمرر لرياض يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري، هدف الرابع في 22 مباراة بالثلاثية بالثقيل يقصف المنتخب الجزائري اليوم. اوب يا ياسين ماذا فعلت، مراوغة عالمية من ياسين، وانطلق فوزي غلام، حط على طبق لرياض، بوم يا رياض في الزاوية اليمنى، الزاوية التي يسكن فيها إبليس، الزاوية التي لا تصد فيها الكرة ولا ترد. 3 أهداف مقابل 0 للجزائر أمام تنزانيا. مباشرة مع عدلان قديورة ومجاني يخلصوا في الوقت في الثواني الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول، والحكم الكامروني سيصفر بعد هذه الكرة وبعد هذه الانطلاقة لمنتخب تنزانيا. هشام بالقروي يتفوق بهذه الكرة، والحكم يصفر نهاية الشوط بتفوق طويل وعريض وسمين من جانب المنتخب الجزائري بالثلاثية. من زمان لم نتفوق بالثلاثية في الشوط الأول أداء ونتيجة وروعة وبراعة أمام منتخب تنزانيا. الجزائر 3 تنزانيا 0. أعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بإذن الله تعالى. الأخضر بليش وضيوفك تفضلوا، إليكم الخط بعد لحظات. شكرا حفيظ. إذا هكذا المنتخب الجزائري متقدم ب3 أهداف مقابل لا شيء. لا نستطيع أن ننتقد هذا المنتخب الآن عندما يحقق النتيجة الإيجابية والاستعراض والإقناع، وأيضا المشاركة الفعالة لإبراهيمي ليلى، وكذلك الكرة الملعوبة في اتجاه ياسين إبراهيمي. إذا علي مصطفى يخرج ويدخل في مكانه سالم عيشي مالولا
كي يتلقى ثلاثية أخرى بدوره في هذا الشوط الثاني وتكون أثقل نتيجة يسجلها المنتخب الجزائري من زمان. على كل حال من زمان لم يسجل 3-0 في الشوط الاول من عمر هذه المباراه. كره عرضيه تسترجع من فوزي غلام على جهه اليسرى بالراس، يبحث عن ياسين ابراهيمي. ياسين حذاري الان من التدخلات، فايزين 3-0. انا لو كنت مدرب بعد ربع ساعه نخرجك حفاظا عليك لانك انت اصلا خارج من اصابه. الكره لعدنان قديوره، يرجع مره ثانيه لوليد مسلوب، وليد يوصلها من هناك على الجهه اليمنى لمهدي زفان. مهدي زفان من امام الخطير ولي موينغو، يتفوق مهدي زفان، يلعبها في الوسط ناحيه مجاني لمهدي، مهدي لوليد مسلوب، وليد مسلوب مع رياض، لعب الكره مع رياض، دخل وليد، رياض يرجع لوليد، وليد يرجع لرياض مره ثانيه، الكره في الارض يا وليد، توصل لعدلان قديوره، يرجع للخلف مباشره لعيسى مندي بدوره لحارسه رئيس وهاب المبولحي الذي لم يصله التنزانيون في الشوط الاول تماما الا من كره كانت بالخطا من رئيس وهاب المبولحي. دليل على ان المنظومه الدفاعيه، لا اقول خط الدفاع، اقول المنظومه الدفاعيه تسير كما ينبغي في هذه المباراه. الكره في الوسط لصالح سعد جمعه اللي دخل في بدايه هذا الشوط الثاني. ما ننساش بان عناصر منتخب تنزانيا تلعب ب10 لاعبين، وقد الكره رياض وضربه جزاء، يقول حكم المباراه نعم خطف الكره رياض وضربه جزاء وبطاقه صفراء اخرى يخرجها حكم المباراه. لمن هذه البطاقه الصفراء؟ طبعا كابومبي مدافع الايمن اللي يحمل رقم 4 عنده بطاقه، وماغوالي لا يحمل رقم 3 عنده بطاقه. لمن هذه البطاقه سيد الحكم؟ للاعب رقم 5 المدافع يونداني الذي ليس لديه بطاقه صفراء من قبل. نعم لا يملك بطاقه صفراء من قبل. انهيار تام لعناصر منتخب تنزانيا، حيله كبيره عند رياض محرز الذي لم يستسلم، رياض محرز الذي لم يتوقف، رياض محرز الذي سرق الكره من الخلف واختطفها وتحصل على ضربه جزاء صفراء. حكم المباراه الكاميروني لصالح الخضر. ضربه الجزاء من ينفذها؟ رياض محرز ام فوزي غلام ام ياسين ابراهيمي؟ هذا الثلاثي ام لاعب اخر يخرجه لنا كريستيان غوركوف لينفذ ضربه الجزاء؟ ام اسلام الذي لم يسجل بعد في هذه المباراه ويريد ان يسجل؟ نعم اسلام سليماني بحثا عن هدفه ال19 هو ايضا يريد ان يسجل. اسلام يستعد من امام الحارس مانولا، يستعد اسلام. حكم المباراة يأمر اللاعبين باحترام المسافة القانونية ومنطقة 18 متر. اسلام سليماني في محاولة لتسجيل هدفه ال19 مع منتخب الجزائر امام الحارس مانولا في الدقيقة الرابعة منذ انطلاقة هذا الشوط الثاني. اسلام يتقدم، اسلام يسدد، اسلام جول 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 بالأربعة يضرب منتخب الجزائر. إسلام سليماني يسجل هدفه في هذه المباراة سجودا لله وشكرا له على هذا الأداء وعلى هذه الرباعية اليوم في هذه المباراة. إسلام سليماني يسجل مثل ما سجل كذلك ياسين إبراهيمي وسجل وليد يسدد. وليد يريد أن يسجل أول أهدافه مع الخضر في سادس مباراة دولية يلعبها مع المنتخب الجزائري لاعب نادي لوريون. تسترجع الكرة الجزائرية بين هشام بالقروي وعدلان قديورة وخطئية لمسلوب، واسلوب مع ياسين، واسلوب يرجع لياسين، ياسين دخل، ياسين مرة أخرى. قلت لك منذ حين ياسين لو كنت مكان غوركوف لا خرجتك بعد 5 دقائق من الآن خلاص، لأنك أنت كنت مصاب وما لعبتش مباراتين مع ناديك بورتو، وتعرف جيدا بان مسيري بورتو طبعا لا اقول احتجوا لانهم ليس لديهم الاحتجاج، ولكن كانوا يتمنون ان لا يشارك ياسين ابراهيمي ويتعافى، لانك انت لم تشارك في لقاء الذهاب ورحت للبرتغال من اجل التداوي ورجعت للجزائر السبت مع عودة عناصر المنتخب الجزائري إلى أرض الوطن. بالنسبة لعناصر المنتخب الجزائري ضربة واحدة بالنسبة للاعبي الدفاع ولاعبي وسط الميدان، وفوزي غلام وياسين إبراهيمي ورياض محرز يفعلان ما يشاءون بالكرة. في الأمام افعل ما شئت، أما في الخلف كرة يجب أن تخرج بسرعة. شفنا المنتخب الجزائري ككتلة واحدة في الدفاع وفي الهجوم، شفنا عندما يحب يرفع الريتم يرفع، عندما يزيد في السرعة يزيد، عندما يمرر الإسلام يمرر، يوصل لمجاني والدفاع لا 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 لا, لا. الحكم يشير إلى خطأ، ضربة جزاء أخرى. يقول الحكم المساعد رفع الراية وضربة جزاء هدية يمنحها المنتخب المدرب الحكم عفوا لمجاني الذي يستفيد من ضربة جزاء. هل سيسددها إسلام
اسلام ويتفوق على تاج بن ساولة ليبقى تاج فوق رؤوسنا بسبب اخلاقه وانضباطه والتزامه وبسبب ايضا اداؤه الرائع جدا. تاج بن ساولة كان من اروع اللاعبين اللي اكتسبتهم الكرة الجزائرية، من دون ان ننسى البقية ايضا من اللاعبين المتميزين اللي للاسف لم يفوزوا بكأس افريقيا لكرة القدم. بلومي وما ادراك وبلومي، ولم يفوز بكأس افريقيا لكرة القدم. بلومي وعصاد ايضا لم يفوزوا بكأس افريقيا لكرة القدم، والبقية من الاجيال التي لم يسعفها الحظ لكي تكون في نهائيات كأس افريقيا سنة 90. هنا الحكم المساعد رفع الراية معتقدا بان الحارس مانولا ارتكب خطأ من امام مجاني. ضربة جزاء في تنفيذها فوزي غلام في محاولة لتسجيل ثنائية في هذه الأمسية وتسجيل الهدف الرابع. راح يسددها بقوة فوزي، يختار زاوية ويسدد بقوة فوزي غلام ليضيف الهدف الخامس للمنتخب الجزائري. فوزي يا سعيد، فوزي بقوة جول، فوزي بقوة جول. الحارس في جهة وغلام كرته في جهة أخرى. 5-0 صارت النتيجة. رياض من زوج لاعبين مازال. ارمي الكرة يا رياض، ارمي الكرة يا رياض. الكرة ضاعت مرة ثانية. ساماتا وأولي موانجي في محاولة لتسجيل هدف الشرف في هذه المباراة. شوف الاصرار تاع اللاعبين الجزائريين، ما نخليوكمش حتى تسجلوا علينا هدف رغم اننا متفوقين ب5-0. شوف ياسين ابراهيمي، شوف رياض محرز، هذه علامات مهمه جدا يجب ان ننتبه اليها في المنتخب. التسديده بعيده جانبيه. قلت هذه بوادر وعلامات هذا الاصرار وهذا الانضباط ككتله واحده يلعب بها المنتخب الجزائري. اليوم متفوق 5-0، يرجع ياسين ويرجع رياض كذلك لكي يقفوا في الجدار في هذه المخالفه. امر ايضا مهم جدا في منتخب يريد ان يتاهل الى نهائيات كاس العالم للمره الثالثه على التوالي. كره في ضربه مرمى لصالح رئيس وهاب مبولحي ولصالح المنتخب الجزائري. رئيس وهاب المستريح يبحث عن الثغره. والدي اسلام يسدد اسلام باليسرى اسلام يرفعها ولا واحد في الرياض. هنا ممتاز وضعيه تسلل. نعم وضعيه تسلل. يا سلام على الاناقه ويا سلام. هذا في مدرجات ملعب مصطفى شاكر في المريخ. ذكرونا باغاني زمان، عن اغاني الكره الجزائريه زمان. الكره تلعب مع وليد مسلوب، يرجع لرياض محرز. رياض محرز يرفع كره، ضربه جزاء. الحكم يقول لا، اعطيت لنا الثانيه شويه فيها هديه، ما نحتاجوش الثالثه. وانطلاقه من هناك عندنا القديوره جول، ديال القديوره ومندي والمره ثانيه ومندي والدفاع يخرجها. شوف الوضعيه نتاع عيسى مندي. التأهل إلى الدور الثالث، يعني هم فايزين 5-0، إصرارهم على إضافة هدف ثالث. الركنية جول 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 جول. مجاني يسجل الثالث له في مشواره. مجاني يسجل السادس للجزائر من كرة من ركنية بالراس. تنويع في الأهداف من ضربة جزاء وبالراس وبالتسديد وبالمهارات. تنويع كبير للأهداف للمنتخب الجزائري. بالستة يضرب المنتخب الجزائري اليوم أمام منتخب تنزانيا. مجاني يسجل 3 أهدافه في 48 مباراة لعبها. المدافعون يسجلون والمهاجمون يسجلون، بالراس يسجلون، بالأقدام يسجلون. مجاني يسبق الجميع ويسجل بالراس. الهدف الثالث له في مشواره، السادس للمنتخب الجزائري. ولكن قد يستقيل بسبب الضغط المفروض عليه وبسبب كل الانتقادات التي مسته كشخص كمدرب للمنتخب الجزائري. طبعا تبقى الباب مفتوح لكل شيء. رشيد غزال في تنفيذ هذه المخالفه مرفوعه بالقائمه الثانيه بالراس. اسلام جول 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 جول. اسلام سليماني يسجل ثنائيه في هذه الامسيه ويبلغ الرقم 20 ويتفوق على تاج بن ساولة ويصبح 5 هداف في تاريخ كرة القدم الجزائرية. إسلام من ضربة جزاء سجل الرابع، وإسلام بالراس سجل السابع. 7-0 لمنتخب الجزائر أمام منتخب تنزانيا. 7-0 فزنا فيها أمام، هذا هي ابتسامة شوية من كوتشكوف. قلت 7-0 فزنا بها أمام الفولتا العليا في
في وهران، اتصور في ثمانينيات القرن الماضي في تصفيات كاس افريقيا في ملعب تسعة المرور. هذه زايده يا رشيد، ضاعت منه الكره تسترجع من قبل اللاعب ميكاوي. ميكاوي يرسل كره بعيده والتغطيه من هشام. العب يا هشام، العب يا هشام، العب يا هشام. يلعبها مع رشيد غزال، هيله من رشيد غزال توصل لفوزي غلام، راح فوزي غلام يلعبها من هناك فوزي غلام، هيله لوليد مسلوب يسدد وليد جول. والله كم حبيت انه يسجل وليد مسلوب اليوم. اول اهدافه مع الجزائر في سادس مباراته مع المنتخب الجزائري. وليد مسلوب كاد يفدي يراوغ، هيله منه رياض يراوغ خطيره، رياض رفع القائمه الثاني، رياض القائمه الثانيه جول. يا رشيد يا غزال، الكرة خطيرة، الكرة مرت سلامات جانبية في أول لقطة صعبة وخطيرة لمنتخب تنزانيا منذ 87 دقيقة لعب. أول مرة يوصل بهذا الشكل منتخب تنزانيا ويخلق صعوبة من طرف سماطة الذي كاد يسجل على المنتخب الجزائري ذهابا وإيابا. لا 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 لا، تسديدته مرت جانبية بعيدة تماما على مرمى الحارس رايس وهاب مبولحي. مجاني رياض بودبوس من هناك على الجهه اليمنى، دخل رياض محرز، وصلت لعدنان قديوره، عدنان يوصل عليه رشيد غزال وكذلك فوزي غلام يحب يخليها لرشيد، ما زال فوزي عنده الكره يلعبها لرشيد غزال، رشيد والتوزيع والدفاع يصدها، تروح من هناك لرياض محرز عنده الكره، رياض يلعبها ثنائيه، هيله مع رياض بودبوس، رياض كثرت حذاري من التدخلات. وصلت مهدي زفان يبحث عن الكرات البينيه الارضيه، هيله في القائمه الثانيه، رشيد غزال اسلام ما زالت عنده الكره، يرجع لرشيد غزال كرة ولم تمر والدفاع يتدخل ويخرجها من مانولا بعيده تماما. تروح الكره للتماس لصالح المنتخب الجزائري قبل دقيقتين على نهايه الوقت الرسمي للمباراه. 7-0 لمنتخب الجزائر امام تنزانيا. رشيد بالقروي يلعب على عيسى مندي من هناك لرياض بودبوز، يصعد زفان، رياض يوصل بالكره، رياض يسدد، رياض يوصل، رياض يدخل، ما زال عنده الكره يوصلها لزفان، طلبها اسلام يا زفان، ورشيد غزال في القائمه الثانيه. يا اسلام كاد يكون الهدف الثالث. توزيعة مهدي زفان. دائما في القائمه الثانيه رشيد غزال وحده، دائما في القائمه الثانيه من دون حراسه. ما اسلام سليماني كان فيه مسك على اسلام سليماني، هناك كان ممكن الحكم يصفر لنا ضربة جزاء. لصالح الحارس سليم مانولا. الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المباراة، 7-0 في النتيجة للمنتخب الجزائري، 3 أهداف في الشوط الأول و4 في الشوط الثاني. بقات الكتلة تلعب ككتلة واحدة في الوضعيتين الدفاعية. المنتخب الجزائري الحكم يقول المخالفة تنفذ من مكان وقوعها، ووضعية التسلل تنفذ من مكان وقوعها. 3 دقائق من الوقت بدل الضائع يحتسبهم حكم المباراة للمنتخب الجزائري الذي يطمئن عشاقه وأنصاره قبل 5 أشهر من العودة إلى أجواء المنافسة في شهر مارس مع استمرار تصفيات كأس إفريقيا، واللقاء المقرر في الجزائر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا. بعد سنة سيكون الموعد مع تصفيات كأس العالم. ويسرق الكرة هذه اسلام سليماني، وصل على رياض بودبوز عنده الكرة، رياض يلعب على رشيد غزال على الجهة اليسرى، بعيدة يا رياض، بعيدة يا رياض، حق عليها رشيد قبل ما تخرج. رشيد معك فوزي غلام يبحث عن المراوغة، رشيد معك فوزي غلام، كثرت يا رشيد وضيعت الكرة ويتفوق عليك كابومبي. قلت بأنه مباراة الاطمئنان وفوز الاطمئنان وفيش وضعية تسلل وانطلاقة من مولوينبي. يلا يا ريس وهاب يا مبولحي، ضاعت فرصة وركنية، الحكم يقول ضربة مرمى. الكرة ضاعت من أولي موانجي لاعب تيبي مازامبي الذي لم يتمكن من تسجيل هدف الشرف في هذه اللعبة وهذه الانطلاقة. كانوا غالقين المدافعين الجزائريين من هجمة معاكسة. هل المسها رايس وهاب مبولحي أم لا؟ أولي موانجي يقول بأن مبولحي لمسها. الكرة المهمة أنها خرجت بعيدة تماما، لمسها رايس وهاب مبولحي بأصابع يديه وخرجت. الحكم قال ركنية نعم لصالح المنتخب التنزاني. شوف الإصرار اللاعبين الجزائريين كلهم رجعوا للخلف للتغطية ولإنقاذ هذه الكرة. ما زالت تنزانيا الكرة البينية ثنائية تلعب
ولكن عودة اللاعبين الجزائريين صعبت من مهمة اللاعبين التنزانيين 7-0 وترجع بهذا الشكل. أيضا هذه ملامح تشجع كثيرا وتخلينا نطمئن على عناصر المنتخب الجزائري. كرة لسامة من هناك على الجهة اليمنى وإسلام سليماني. لا 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 إسلام، عندك بطاقة؟ لا ما عندكش إسلام. لا لا، هذه من الأخطاء المجانية اللي ممكن تنال منها البطاقة الصفراء. الحكم الكامروني اليوم سيصفر نهاية هذه المباراة. المنتخب الجزائري يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم. ستكون هناك 5 مجموعات من 4 منتخبات، الأول من كل مجموعة يتأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم. تأهلت المنتخبات العربية كلها، مصر وتونس وليبيا والمغرب وكذلك الجزائر. نتمنى الحصاد يكون إن شاء الله كبير في روسيا في سنة 2018. من هنا إلى روسيا الوقت كافي للمنتخب الجزائري لكي يهيئ نفسه ويستعيد اللاعبين المنصبين ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم. طبعا السؤال الذي يبقى مطروح الآن، هل سيواصل جوركوف أم سيستقيل مباشرة بعد نهاية هذه